ينصح باستخدام طريقة زراعة القمح بطريقة الحرات اللي هي التخضير في الأراضي الموبوءة بالحشائش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن طرق زراعة القمح، والطريقة اللي معانا النهاردة اللي هي طريقة الحراتي أو التخضير. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واعملوا لايك كتير عشان الفيديو ده يوصل أكبر عدد ممكن لإخواتنا الفلاحين والمزارعين المهتمين بزراعة القمح في مصر والعالم العربي. طبعا احنا متفقين ان زراعة القمح دايما بتكون بعد الزرعة اللي هي الصيفي، كان رز، ذرة، خضار، اي حاجة مش هنختلف، قطن عموما مش هنختلف. طبعا عارفين برضو مواعيد الزراعة، مثلا في وجه بحري من 15/11 لحد 30/11، وفي وجه جبل والصعيد من 10/11 ل 25/11. تمام، دي مواعيد الزراعة، ولازم تحافظ على مواعيد الزراعة عشان تحصل على إنتاج كويس. وكنت عامل فيديو عن المواعيد الصحيحة للزراعة عشان وأضرار التبكير والتأخير يعني في ميعاد الزراعة، هسيبه لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. طبعا احنا هنتكلم النهارده عن طريقة الزراعة بالتخضير أو الطريقة اللي هي الحراتي. الطريقة الحراتي دي طبعا أول حاجة، طبعا الأرض احنا قطعنا الذرة، مثلا هنتكلم عن الذرة مثلا، قطعنا الأرض الذرة تمام، ما عادش فيها حاجة جاهزة للحرث تمام اهيت. لو هتسمد سماد بلدي او عضوي، هتحط السماد قبل ما تخرط طبعا، ماشي. يبقى انت هتحط السماد بتاعك، مش هتحط بقى مفيش مشكله، بتعوضه بالسوبر فوسفات مفيش مشكله برضه. يبقى هنحط السماد العضوي، وبعد كده هنخرط سكينتين متعاملتين، سكينتين فرد وتاني، ماشي. هنخرط سكينتين، يبقى احنا كده كده هي زي العفيره اهي، نخرط سكينتين ونخرط هنا سكينتين. بس هنا بقى بعد ما نخرط سكينتين، الكلام ده كله بنسوي بقى قبل مثلا انت هتجهز الحاجات دي امتى؟ قبل مثلا 5/11، 7/11، 8/11، تيجي ماسك الارض مرويها ومغرقها ميه خالص، مرويها ري، دي تعتبر رية الزراعة، مرويها ري يعني. بص زي ما بيقولوا كده، املاها ميه، ما بتخليش ولا حبة بتاع في الارض مش متغطية بالميه، تملاها ميه محترمة جدا جدا. وبعد كده بتسيبها مثلا حوالي اسبوع ولا 8 ايام، من اسبوع ل 10 ايام. وبعد كده بتجيب التجاوب بتاعتك وتبدرها على في الارض كده. وبعد كده نجيب الجرار بالمخراط كده، يحرط حرطه خفيفه كده، ما بيغوطش سن المخراط، بيحرط حرطه خفيفه، وبيعلق زحافه صغيره خفيفه خالص ماشي وراه عشان يداري التجاوب. وبعد كده بتجيب الزحافه اللي هي تجيلك، ويزحفها جامد عشان يحافظ على نسبة الرطوبة في التربة، عشان تفضل محافظة على نسبة الرطوبة في التربة. يعني بين الرية والبطير ممكن أسبوع، مش أكتر من كده. يعني الأرض تشيل الجرار كده أسبوع، 8 أيام، لحد من أسبوع ل10 أيام. وبتخلي الجرار يزحفها بالأرض الزحافة التقيلة ديت، وكده تمام 100 تمام. يبقى انت كده خلصت طريقة التخضير. يعني انت برضو لو عايز تحط صوبر، ممكن تحطها مع البضير اثناء البضير اسمه ده الصوبر التجاوي. وبرضو معدل الفدان زي ما انتم عارفين 60 كيلو الفدان، ده العادي بتاعه. اللهم صل على النبي. بعد كده طريقة الحراتي ديت ينصح بيها في اللي هي الأراضي الموبوءة بالحشائش. يعني ايه الأراضي الموبوءة بالحشائش؟ يعني انت عندك أرض بيطلع فيها حشائش كتير، جلوين وسريس وخبيزة وحاجات من ديت، والدل جوت والحاجات، حشائش الطويلة العريضة والرفيعة. لا، نزرعوها بالطريقة اللي هي الحراتي دي. ليه بقى؟ عشان انت لما بتروي الأرض بتطلع اللي فيها كلها، فلما بتطلع اللي فيها كلها انت كده كده برضه بتعمل مقاومه للحشائش. وعامل فيديو برضه عن مقاومه الحشائش في محصول القمح، هسيبه لكم في صندوق الوصف. فانت لما بتروي الارض بتطلع الحشائش كلها في الارض، لما بتطلع الحشائش كلها في الارض، تيجي انت بقى الحشائش طلع، تيجي انت جايب لما بتبدر الكيماوي والجرار يجي يحرط الارض، يبقى هنا حركنا بتاع الحشائش ديت واعتبر ماتت كده، عشان هي خلاص اتجلعت. لما بتجلعت يبقى بتموت. يبقى انت كده خلصت نسبة كبيرة من الحشائش، وانت كده كده برضه بتعمل مقاومة للحشائش. يبقى 70 في 80% اتخلصت من الحشائش الموجودة عندك، يبقى انت خلصت منه.
تاني نقطة، طريقة الحالات ديت لا تصلح في الأرض اللي فيها نسبة ملوحة عالية. يعني أنت لو أنت عندك الأرض بتاعتك عارف إنها فيها نسبة ملوحة وكلام من ده، لا يصلح باستخدام الطريقة دي. ماشي. يبقى الطريقة دي تفضل في اللي هي الحالات، والطريقة دي برضو كويسة بالنسبة لو مثلا تبقى ايه، عشان اللي هي الرقاد وكده، تعتبر من الطرق اللي هي بتأتي يعني المرحلة اللي هي الأولى من الزراعة على المصاطب عشان الركاد وكده، عمره القمح ما يلاقي لو أنت زارع مصاطب. التانية تقدير. التالتة العفير، بس العفير برضو لو الجو كويس مش مخفف تجاويك ومش متجل تجاوب تحتك وما تجلتش في السماد وعملتش بيبقى كويس ان شاء الله. ولو الجو كويس ما بيرجعش ولا حاجه. يبقى هي تاتي في المرتبه الثانيه عشان عدم ايه، تعرض القمح للركام. ليه؟ عشان عمق الحبايه بيبقى ايه، مثلا في عمق 2 سم او 3 سم تحت الايه، 3 4 من 2 ل 5 سم تحت الارض. فهي بتبقى بس قيمتها بيغيب بقى بعد مثلا بيقعد من 7 8 ايام ل 10 ايام عشان تبقى الارض رطبه، وان شاء الله ايه ربنا يرزق الجميع. دي كانت طريقه اللي هي التقدير. هي بسيطه خالص وطريقة سهلة برضو، يعني نفس الطريقة، نفس طريقة البدار، بس بتروي وبتحرط. هنا حرث، هنا ليزر وتزحف أرضك وتعملها بالتمام وتسويها. هنا بتروي وبتحط التجاوب تحتك وبتحرط وبتزحفها برضو بالزحافة التقيلة عشان تعمل كبس للأرض عشان تحافظ على نسبة الرطوبة في الأرض. دي كانت الطريقة بتاعت النهاردة. لو بص انت ليك وان شاء الله ليك حريه الاختيار، يبقى عايز تزرع عصير ماشي، عايز تزرع تقدير او حراتي ماشي، عايز تزرع على مصاطب. ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم فيه عن زراعه القمح بطريقه المصاطب ان شاء الله. لو عجبك الفيديو بتاع النهارده طبعا وما عملتش لسه لايك، اعمل لنا لايك، ولو ما اشتركتش اشترك وفعل الجرس عشان يأتيك كل جديد. ولو عجبك برضو اعمل له مشاركة على الجروبات في الفيس، على الواتساب، اي مكان انت حابه اعمل له مشاركة عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من اخواتنا الفلاحين والمهتمين بزراعة القمح. اتمنى اكون وصلت المعلومة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.